مرحبا بكم متتبعينا الكرام. فيديو جديد غنتحدث فيه على سعي أمريكا إلى إنشاء قاعدة صناعية عسكرية بالمغرب. ولكن قبل ما ندخل معكم في التفاصيل ديال هذا المشروع العملاق والفوائد ديالو على المغرب وكذا أهميته في التحولات الاستراتيجية التي تقع في المنطقة، رجاء ضغطوا على زر الجرس دعما لنا إلى باقي ما اشتركتيش في هذه القناة. تحدثت التقارير الإعلامية أن الولايات المتحدة تعتزم إنشاء قاعدة متخصصة في الصناعات العسكرية على الأراضي المغربية، ويدخل هذا المشروع ضمن استراتيجية عسكرية جديدة لأمريكا. فالرئيس الأمريكي جون بايدن أعطى تعليمات لوزير الدفاع لويد أوستون من أجل تهيئة خطة محكمة لإقامة قاعدة صناعية عسكرية في المغرب، ويأتي هذا في الوقت الذي تتوسع فيه روسيا في البلدان الإفريقية ومنها الجزائر التي صرحت في وقت سابق عن إمكانية إنشاء قاعدة عسكرية روسية بها. وفي هذا الجانب صرح بعض المختصين في الشؤون العسكرية والاستراتيجية أن القاعدة العسكرية التي أمر جون بايدن بإنشائها بالمغرب ستكون مشابهة للقواعد المتواجدة في الضفة المقابلة لشمال المملكة، خاصة بإسبانيا، سواء من حيث الأهمية الجيوستراتيجية أو الأسلحة الموجودة بها وعدد الأفراد، وكذا من حيث الحجم أيضا. فالتقارير الإعلامية القادمة من أمريكا تؤكد أن بايدن طلب من وزير الدفاع الأمريكي بالضغط على البنتاغون من أجل تسهيل كل الجوانب المتعلقة بهذا المشروع، سواء من الناحية القانونية واللوجستيكية. فوكالة الاستخبارات الأمريكية CIA أشارت في تقارير سابقة لها على تعاظم نفوذ روسيا في إفريقيا ورغبة روسيا في دعم الجزائر في مختلف المجالات السياسية والعسكرية، مما يهدد مصالح أمريكا وحلفائها بالمنطقة. فأمريكا تسخر كل إمكانياتها في دعم التحالف المغربي الإسرائيلي من أجل سد الباب على التوغل الإيراني والروسي والصيني في إفريقيا. فأمريكا تعمل على تقوية قدرات المملكة المغربية في مجالات الصناعات العسكرية لكونها أحد أقدم حلفاء أمريكا في إفريقيا، وتعتمد عليها في مختلف القضايا المتعلقة بالقارة الإفريقية، أبرزها محاربة الإرهاب والتطرف ومحاصرة النفوذ الصيني والروسي المتصاعد في المنطقة في شتى المجالات السياسية والاقتصادية. فالصين وروسيا تشكلان مصدر قلق متصاعد لأمريكا. فالصين تتوفر على أكبر القواعد العسكرية في إفريقيا والمتواجدة بجيبوتي، يوجد فيها حوالي 12,000 جندي، وتسعى إلى إقامة قواعد أخرى في دول أخرى. كما أن روسيا هي الأخرى تسعى إلى فتح القاعدة العسكرية الفرنسية للصواريخ والتجارب الكيماوية المتواجدة على بعد 50 كيلومتر من المغرب. أمريكا عقدت مع المغرب اتفاقية عسكرية على مدى 10 سنوات 2020-2030 تهدف إلى تعزيز التعاون الأمني والعسكري وتقوية الصناعات العسكرية في المغرب، على اعتبار أن المغرب دولة مهمة في حفظ السلم والأمن في شمال إفريقيا. بغيتكم تخليوا لي الآراء ديالكم في الكومنت حول هذه القاعدة العسكرية التي تعتزم أمريكا إنشاءها بالمغرب. هل هي في مصلحته أم ستكرس احتلال الدول العظمى لدول إفريقيا؟ خليوا لي الآراء ديالكم في التعليقات.